أهلا وسهلا بكم في قناة سلام نيوز في أول حلقات برنامج رسالة لم تفتح. كل واحد فينا عنده رسالة أو جات له رسالة لازم يفتحها وبسرعة جدا قبل فوات الأوان. ممكن تكلمنا على مسلسل صرخة أنثى؟ هي مش صرخة أنثى، هي صرخة مجتمع. عبد الحليم حافظ دوره إيه في حياة قيس عبد الفتاح؟ يعني عبد الحليم حافظ لو غنى حبيبتي من تكون هيقول مزتي من تكون. الفنانة فاتن حمامة نقلة كبيرة في حياتي، أنا حبيتها. عمر الشريف كان بيتاجر كده زي يوسف شاهين. استغربت من جملة مثلت مع سناء جميل. سناء جميل وما أدراك سناء جميل. عشت قصة حب تشبه قيس وليلى؟ ما بقاش في منه دلوقتي. ضحيت بالحب عشان الفن؟ بسيب الفن واروح للستات. الوعكة الصحية غيرتك؟ سامع صوت راجل بين الحياة والموت بيقول عايز أشوف، ولما عرف إن أنا موجود حسيت يوم إنك مظلوم فنيا؟ بص يا ست الكل. ضحكتي جاوبت عليه. حضرتك هتجاوب على السؤال اللي انت حابه والسؤال اللي مش عاوز تجاوب عليه هتقول مش هقدر اجاوب عليه. لا معلش عشان خاطر يمكن يلا ربنا يكرم الجميع. في آخر فقرة لينا اللي هي فقرة البرنامج رسالة لم تفتح، هنيجي بقى نفتحها. هيبقى فيها 3 أسئلة. حضرتك هتجاوب على السؤال اللي انت حابه والسؤال اللي مش عاوز تجاوب عليه هتقول مش هقدر اجاوب عليه. ده ليك مطلق الحرية طبعا يعني. ربنا يقدرنا بس يعني ربنا يقدرنا يا استاذة يا رندا. والله انا ما انا عارف ربنا يقدرنا. والله 3 أسئلة يعني ده لا إني أغرق تحت الماء. يعني لماذا أنا هجاوبك على ال3 مع إن أنا في واحد مش عايز أجاوب عليه، لكن أنا عشانك يا رندا هجاوب عليهم. ده عشانك أنت. لماذا لم تحقق النجومية التي تستحقها؟ السؤال بيجاوب نفسه. السؤال بيجاوب نفسه. هو فيلم على باب الوزير مين البطل بتاعه؟ الموضوع حقيقي عادل إمام كان الشخصية المحورية. أنا بجاوبك. أنا دلوقتي أنت سألتيني سؤال النجومية. طب أنا أقول لك حاجة. فيلم شارع الحب عبد الحليم حافظ لما بيغني في القهوة شارع الحب كلهم نجوم، كلهم نجوم. عم الراجل اللي بيشيل البخور كده لغاية النهارده أنا فاكره والناس بتفتكره. شفيق نور الدين كان دوره إيه؟ بيعمل له السندوتشات. نجم ولا مش نجم؟ نجم. فأنا اللي عايز أقول لك هنا إيه؟ النجومية مش حكاية إن أنت تبقى طب وبعدين. فأنا الحمد لله نجم في مكاني والجمهور. ده ردا على السؤال بتاع ده. السؤال الثاني بيقول اعتراف صراحة من هي المرأة التي ظلمتها أو هي ظلمتك؟ والسؤال أصله غريب شوية. هو أنا في رأيي المرأة يعني أنا في رأيي الراجل يظلم امرأة ده ما ينفعش. إنما يعني حضرتك شايف إنك أنت ما تظلمش الست لكن الست تظلمك؟ أوكي. وأنا شاب مراهق أما كنت بخرج مع صاحبتي معايا في جيبي 500 جنيه 300 جنيه يعني أقول لها بقول لك إيه يا ماما نصرف 200 جنيه عشان لما أرجع يبقى معايا 100 جنيه. ما تقوليليش بقى اطلبي حاجة. اللي حصل عندنا اللي حصل دلوقتي إيه السبب إن أنت تسمعي فلان اتجوز فلانة وبعد 2 3 انفصلوا؟ ليه؟ ما انا قعدت اسال نفسي ناحيه اقتصاديه اوكي يا حبيبي انا ما بحبش اظلم الستات. لا هي ظلمتني. لا يلا ليكي ربنا. تقدر تقول ظلمتك في ايه؟ ما هو ومين هي ولا؟ يعني مثلا لما تجيب الشبكه لحد والشبكه تختفي بعد شهر ولا شهرين. لا يعني انا النهارده دي اتعلمت منها حاجه. انا لما اجي اتجوز دلوقتي انا يعني اقول لها بص يا حبيبتي من حق المراه مهر وشبكه وكلام جميل قوي. لا انا رايي حاجه ثمنهم كام 200,000 جنيه 300,000 150 بتاع اعمل لك بيهم شهاده في البنك. انما حكايه ان انا اجيب لك شبكه وبعد كده تختفي طب لا. ما انا بتكلم بجد صدقيني. اما اجي اقول لك كذا من حقك ان انت تاخدي كذا. اما تيجي تقولي واجي اقول لك ايه انا بتكلم عن نفسي انا ماليش دعوه. لو كل واحد ننظم الحكايه دي عمليه انتهت. هل حلمت أن تكون بطل أكشن تضرب ولا ده سؤال يا جماعة.
هو الاستاذ محمود المليجي لما عمل الارض، مش كان بيطلع يضرب؟ لما عمل فيلم الارض الناس حبيته ولا ما حبيتهوش؟ رشدي اباظه ما عمل ادوار فيها اكشن الناس حبيته ولا ما حبيتهوش؟ صح. استاذ انا بديك امثله بتاع ده. فمفيش حاجه اسمها ايه ان الواحد يضرب او يتضرب، انت بتعمل الشخصيه. قيس عبد الفتاح هيعمل دور كذا، طب ما دوري لن انسى ابدا، هو المفروض يبقى شرير انما الناس حبتني فيه. ايوه عادل ادم الناس بتحب عادل ادم، مش كده؟ ما هو بيطلع اخر سؤال بقى حضرتك ما جاوبتش عليه، الشخصيه اللي انت اتجوزتها بعشق. ممكن تفصح عنها ولا؟ لا معلش عشان خاطر يمكن يلا ربنا يكرم الجميع. وانا بشكرك يا استاذ رندا، وبشكر القناه اللي خلتني ان انا التقي بيكي، وبشكر الاستاذ احمد مدير التصوير وابننا عبد الله. انا بشكرهم واتمنى بس تدعوا لي، واتمنى يعني منكم دعوه بس. ورحمه الله على والدتي اللي كانت سبب في وجودي بعد الخالق، الف الف رحمه ونور عليها. ببعت لها السلام في قبرها. يعني انا عندي والله يا رندا انا فضلت طفل لغايه لما رحلت والدتي في 30/12/2010. قيس كبر، يعني لان الطفل بيبقى ايه؟ بيروح لامه فهو طفل ان شاء الله يبقى سنه 50 60 سنه وهي عايشه. كنت ايه انما لما رحلت اصبحت انا كبير، عجزت خلاص. وانا عجزت تاريخي 30/12/2010 تاريخ رحيلها. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في رسالة لم تفتح. تحب توجه كلمة أخيرة لحد؟ بحبكم شخصية معينة. وكل سنة وانتم طيبين، واحنا داخلين على أيام مفترجة. وادعوا لي، أنا بتمنى إن الكل حبوا بعض وانسوا، ارمي الكراهية، ارميها، حبوا بعض. كلمة لرمضان. هتعمل ايه في رمضان؟ هصوم واصلي يا سيدي، هصوم واصلي واقرا قران، يعني كل يوم لازم اقعد ساعه في رمضان. يا ربنا يقدرني اخلص المصحف في رمضان بتاع اللي يقدرني عليه ربنا. وصلي، العلاقه انت بتكلم ربنا 5 مرات في النهار. انا بقولها لك. واعمل اي حاجه، اعمل يا سيدي اي حاجه بس صلي. توجه كلمه لكل ام في عيد الام تقول لها ايه؟ ولوالدتك الراحله. انت الحياه، انت الامل، انت المناص الاخير. اللي الجنه تحت اقدام الامهات يا جماعه. الجنه تحت اقدام الامهات. انا عايش ببركتها لغايه النهارده، انا عايش ببركه والدتي لغايه النهارده. صدقيني والله بصدق جدا. فاللي عنده ام يا استاذه، قومي يا حبيبي بوس ايديها وبوس رجليها. صح. انا بقول لك دي وانا مش، انت هتشوف اللي هيحصل لك لو قمت كل يوم الصبح تبوسها وتبوس رجليها. طبعا. شكرا لحضرتك في نهايه برنامجنا. كنت سعيده جدا جدا ان انا موجودي مع حضرتك، واتمنى لك كل الخير والسعاده والتوفيق في حياتك كلها يا رب. شكرا يا استاذه، وبشكر القناه وكل من يعمل بهذه القناه. انا بشكره، وما زلت بقول لك يا استاذه ان لقائي معاكي ده لقاء رباني. شكرا لحضرتك جدا. وفي نهايه حلقتنا كانت معاكم رندا صباحي في رساله لم تفتح، وفي حلقه قادمه ان شاء الله مع ضيف جديد. شكرا.